شركة أمريكية معروفة عنها الفخامة والراحة قررت تدخل أقوى ساحة سباق على مستوى العالم كله، الفورمولا 1. السؤال هنا إزاي كاديلاك هتقدر تقف قدام عمالقة زي فيراري وماكلارين ومرسيدس والناس دي كلها؟ في 2025 خدت الابروفال الرسمي من الاف اي اي عشان تخش الفورمولا 1، عشان تكون كاديلاك هي الفريق رقم 11. البداية الرسمية لكاديلاك هتكون 2026، وهيخشوا المعركة دي باستخدام محركات من فيراري لحد 2028، ومن بعدها هيبدأوا هم بنفسهم يصنعوا محركاتهم تحت مسمى جي ام بيرفورمانس. طبعا كاديلاك اسم كبير في الفخامه والراحه، وبما انهم اول مره يخشوا عالم الفورمولا 1 فكان لازم يجيبوا خبرات تقيله جدا ليها علاقه بسباقات الفورمولا 1 زي سيرجيو بيريز وفالتري بوتاس، معرفش بقول اساميهم صح ولا غلط، عشان ياسسوا اسمهم مع فريق كاديلاك من بدايه اول موسم ليهم في الفورمولا 1. والاهم يا صاحبي في موضوع الفورمولا 1 ده ان كاديلاك دفعت مبلغ 350 مليون استرليني بس رسوم دخول عالم الفورمولا 1 عشان يكون ليهم كرسي وسط الكبار. انا يا صاحبي دفعت 50 ريال في البي ال اس عشان بس حاجز لي كرسي. اما بالنسبه لتجهيزاتهم وشغل المواتير والعربيات هتتصنع وتتعمل فين بالظبط، حاليا كاديلاك شغاله في مقرات في امريكا وانجلترا وبتجهز لفريق تقني وهندسي عشان يبقوا قادرين يخشوا الحرب اللي هيخشوها قريب. السؤال يا صديقي دلوقتي بيقول هل شركه كاديلاك هتكون ضيف خفيف سريع على الفورمولا 1 ولا عندها فرصه ان هي تبقى اسطوره وسط الكبار؟ وهل ممكن نشوف تنافسات شرسه بين فيراري وكاديلاك وماكلارين ومرسيدس وغيرهم؟ قول لي انت شايف ايه واكتب لي تحت في الكومنتات، وبقول لي يا صديقي رايك انهي احسن، الاسود القديم ولا الابيض الجديد؟ انا عمر قباري، سلام.